هو ليه انا بذاكر كتير ومش بعرف احل في الاخر؟ ايه الاخبار ونهارك ابيض ويا رب دايما في احسن حال. السؤال ده دايما بيتسأل لي، وفي منكم ناس كتير سألت هو انا ليه بذاكر كويس جدا جدا ومش بعرف احل. لو عايز تعرف الاجابة كمل الفيديو ده للاخر وابعته كمان لاصحابك علشان هم كمان يعرفوا الاجابة. في البداية في نقطة بس صغيرة هوضحها لك. انت ثانوية عامة نظام جديد، بس لسه تفكيرك متعلق بثانوية عامة نظام جديد. يعني ايه يا معلم؟ يعني انت مستني انك تذاكر كويس جدا وتيجي تحل الاسئلة تلاقي نفسك مقفل الاسئلة. ده غلط في النظام الجديد، وطبيعي جدا 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 انك تغلط كتير في النظام ده، خصوصا وانت بتحل الاسئلة. ليه يا معلم؟ لان حلك للاسئلة في النظام الجديد ده يعتبر جزء من المذاكرة بتاعتك. الاسئلة هتظهر لك افكار جديدة ما كانتش اصلا موجودة في الدرس، يعني وانت بتذاكر ما كانتش فيه الافكار دي. ما تتخضش لما تكون بتغلط كتير، ده عادي جدا يا زميلي، بس انت خلي هدفك انك تفهم فكرة السؤال مش انك تحل كل الاسئلة صح. يعني مثلا تخلي معاك كشكول، وكل ما تقابل فكرة مسألة جديدة وصعبة عليك تكتب فكرتها في الكشكول، بس تكتب بتتحل ازاي. هتكتب فكرة المسألة وتكتب تتحل ازاي، علشان خاطر لو جت نفس الفكرة قدامك وانت في الامتحان هتحلها بصابع رجلك الصغير. لان اصلا الهدف من الحل هو انك تعرف افكار اكتر وتزود معلومات اكتر، مش الهدف انك تحل كله صح. عشان لو غلطت ما تتضايقش، لان ده طبيعي جدا انك تحل وتغلط. فالحل بقى للموضوع ده ايه يا معلم؟ انك مثلا بدل ما بتذاكر الدرس في 3 ساعات وتحل في ساعتين، لا، هتذاكر الدرس في ساعتين وتحل في 3 ساعات، وهتحل كتير خالص علشان خاطر الحل هو اللي هيديك الافكار وهيديك المعلومات. ولو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتات او اسالني على الانستجرام، هسيب لك اللينك في اول كومنت. بس كده، سلام.